الاهلي سافر النهارده من تاني علشان يستعد للمباراة الجديدة. قبل ما نعرف المباراة دي مع مين وهيلعب مع مين وفين، لو انت اهلاوي اصيل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك منا كل جديد، وعشان نعرف كم هو عدد محبي النادي الاهلي على القناة. وكمان ما تنساش تكتب لي في التعليقات اهلاوي. النهارده الاهلي سافر اسكندرية علشان يقابل فريق سموحة، وده هيكون على استاد برج العرب الساعة 9:15 بإذن الله. والنهارده مارسيل كولر وهو طالع بالفريق على اسكندرية أخد معاه محمد عبد المنعم وبيرسي تاو، وطبعا دولت اللي كانوا غايبين عن المباراة بتاعة الأهلي وفريق فاركو، واللي كسبها الأهلي بثلاثية نظيفة 3-0. وطبعا ما ننساش وكمان ما ننكرش ان الاهلي خسر اخر مباراتين ما بين الاهلي وسموحة. مباراة منهم كانت في القاهرة، ودي كانت نتيجتها تعادل سلبي 0-0، ودي كانت السنة دي في الدور الأول. وكمان خسرنا في اسكندرية السنة اللي فاتت وكانت النتيجة 3-2 لسموحة، وده طبعا الماتش اللي ضيع مننا الدوري، مع ان الاهلي كان كسبان سموحة 3-1 في الكاس، وده كان في يناير. دعوتنا بقى للاهلي انه يورينا مباراة زي اللي احنا متعودين عليها من الاهلي، ونطلع بنتيجة تفرحنا كلنا. وعايزة كل واحد فيكم يكتب لي في التعليقات هو متوقع نتيجة الماتش هتبقى كام ولصالح اي فريق. وفي نهاية الخبر ما تنساش ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك منا كل جديد.